اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، ورمضان كريم عليكم كلكم يا رب. تعالوا بقى اما نعمل احلى حلويات في رمضان ان شاء الله. سهله جدا جدا وحلوه اوي تحفه بجد، هتشرفك قدام ضيوفك حقيقي، او حلوه اوي ليك انت وولادك، وسهله جدا وسريعه وبجد حاجه حلوه اوي يعني. دي لفة جلاش واحدة ما شاء الله عملت معايا صينيتين، وعملت زي ما انت شايفة الطبق الجميل دي. فيه سادة خالص من غير حاجة خالص، وفيه محشي كنافة واي مكسرات عندك بقى، فول سوداني، زبيب مبشور، مكسرات من التانية، اي حاجة انت حابة تحشيها بقى احشيها. شايفة قد ايه شكله جميل اوي بجد، وطعمه تحفة ومقرمش لاخر واحدة حقيقة. يعني مهما اوصفلك في جماله مش هتصدقي لما تجربيه بالطريقة دي، حقيقة هتشرفك ان شاء الله قدام ضيوفك. اول حاجة كده هنعمل الشربات. هاخد كوبايتين سكر عليهم كوبايتين مية، وارفعهم على نار وسط كده. اول ما بيغلوا بعصر عليهم ليمونة، واسيبهم بعد الغليان من 7 ل10 دقايق. بيكون الشربات كده ولا تقيل ولا خفيف، وتسيبيه يبرد خالص، وتبدأي بقى تعملي الجلاش بتاعك الجميل. الكمية دي مناسبة اوي وبتكفي الصينيتين. معانا اي نوع سمنة كريستال كانت حلوة اوي في بجد، وطعمها كان تحفة اوي. هاخد 5 معالق بالظبط كبار كده، هيكفهم الجلاش كله، ودهن الصواني، وهيبقى حلو اوي، وهتبقى يعني كمية مظبوطة اوي على لفة الجلاش. بس ياريت يكون الجلاش طازة كده وحلو، وان هو مش مكسر في الفريزر بقاله فترة ولا حاجة. للحشو هنا معايا يعني ديت ربع كيلو كده كنافة. بتاخدي بس ربع كيلو كده، بتكون لسه طازة، وبتقطعها بقى كده بالمقص، بتتقطع معاكي كده على طول بكل سهولة. ما بتكونش في الفريزر، بتكون لسه جايباها طازة كده. وتاخدي منها كمية كده، يعني دول ربع كيلو. قضت الصينية اللي انا عملتها بالمحشي وكان جميل قوي. بقطعها كده زي ما انت شايفة على طول، بتتقطع معاك وبتبقى حلوة قوي. وتكون سيحت بقى السمنة بتاعتك على النار كده يا دوب بس بتسيح، وحطيت عليها كده معلقة واحدة بس سكر، وهقلبها. وبحط عليها بقى 5 معالق من اللي انت سيحتها دي سمنة زي ما انت شايفة كده، وهقلب السمنة كده لما الكنافة تتشربها. وكده بتبقى خلاص الكنافة جاهزة معانا للحشو. بجد تحفة اوي يا حبايبي. جربوها والله هتعتمديها طول شهر رمضان، ليكي ولولادك، او لو حتى عندك عزومة في رمضان او ضيوف جايين لك او كده. حقيقي سهلة وسريعة، وكمان مبتاخدش تكلفة ولا حاجة، وتحفة كده طعمها حلو اوي. الحشوة بقى معايا مبشور وفول سوداني كده مكسر، مبشور، عاملاه يعني في الخلاط، في المفرمة بتاعة الخلاط، وزبيب، وبقلبهم كده في بعض. بجيب بقى الصينية كده بدهنها دهنة سمنة من اللي معانا دي. ودي كده ورق الجلاش. انت تعملي طب يعني ورقتين مع بعض، بتدهنيهم كل ورقة لوحدها، وبعدين بتحط بقى الكنافة والفول السوداني، وتلفها رول بقى زي ما انت شايفة كده. دي كده يعني الورقتين كانوا لازقين في بعض جامد قوي، فده حاولت ادهنهم كده، يعني شلت واحدة بس بالراحة كده، وحاولت ادهنها على قد الفرشة ما دخلت فيها كده عادي، يعني مش شرط ان انت تشيلها خالص. المهم بتدهنها دهنة سمنة كده خفيفة على السريع، وبتكملي برضو دهنا اللي فوق كده. وبتجيبي يعني معلقة كده من الكنافة توزعيها فيها زي ما انت شايفة كده، ومعلقة برضو من الفول السوداني والحشوة اللي معاكي زي ما انت شايفة كده. وبتلفها بقى، وبعد كده بتقطعها بقى بالسكينة عادي خالص، على زي ما انت عايزة، مثلا عايزاها قطع كبيرة قطع صغيرة. ديت يعني برضو بترجع لك انت وحسب الصينية بتاعتك. انا لفتها اهو، وبعدين هقطعها بقى اهو. بتقطعها زي ما انت عايزة، ممكن تحطها في الصينية على طول وتقطعيها لو الصينية طويلة، وتاخد الصبع كده على بعض وتقطعها في الصينية. بس الصينية دي كانت صغيرة، فلازم كنت اقطعها على الرخامة كده، وبعدين هلفها حلو تاني واحطها في الصينية. سهلة اوي وبجد طعمها بيبقى حلو جدا جدا. زي ما انت شايفة اهو. رصيتها في الصينية وديت بقى بعمل لكم واحدة تانية، ورقة واحدة بس الورقتين احسن، لان كانت محملة كده وتخينة احسن شوية. انما ورقة واحدة بتبقى رقيقة اوي. ديت ورقة واحدة
بلفها كده على طول، وبرضه بتقطعيها كده على طول. واللي يوصل بقى لهنا يا حبايبي ما ينساش يعمل لايك لو الفيديو عجبه، اول مرة يشوف القناة يشرفني وينورني بالاشتراك في القناة. وشكرا اول كل حبايبي ومتابعيني، ربنا يخليكم ليا يا رب، ما تحرمش منكم، دايما تفضلوا كده نعمة في حياتي، والله بتدعموني وبتقولوا لي احسن كلام، وربنا يكبر بخاطركم كلكم يا رب، ما تحرمش منكم ابدا والله. زي ما انت شايفة كده وانا رصيتها على طول اهون. واللي بينزل دي برضو بتحطيه تاني على الحشوة، وبتحشيه تاني عادي، ما بيحصلش له حاجة خالص. ودي كده طبقتين اهو، بتدهني اول طبقة وبعدين بتدهني الطبقة التانية دهنة كده خفيفة، يعني ما بتقليش ولا حاجة، عشان كمية السمنة قضت والله بالظبط اللفة كلها. عملت صينيتين قضتهم حلوة قوي، وكمان الكنافة برضو قضت بالظبط. والحشوة برضو زي ما انت عايزة، حابة تكتري زيادة شوية كتري، حابة تقللي يعني اقل من كده براحتك. وبتلفي وبتقطعي سهل خالص، مفيش اسهل من كده. بس بقى في الطعم والنتيجة يعني تحفة كده والله، طعمها حلو اوي، كل اللي هياكله من ايدك هيشكرك عليه بجد، لانه طعمه حلو خالص خالص. كده خلصت الصينية كلها اهو. بتدهنها بقى سمنة، يعني بتدهني وشها كله سمنة كويس. اهم حاجة في الاخر كده تدهنها سمنة كويس عشان التحمير تاخد لون حلو كده جميل. وبتولعي بقى الفرن، تحط الشبكة في النص وتولعي من فوق ومن تحت، بياخد لون على طول معاك من فوق ومن تحت، ما بيتأخرش في الفرن خالص. تخلي بالك منه علشان يعني 5 دقايق بالكتير او 7 8 دقايق بالكتير كده بيكون خد لون جميل خالص، يعني عينك عليه كده تلف الصينية كده في الفرن على طول. ودي كده خلاص اول صينية اللي احنا عملناها محشية. تعالوا بقى نعمل الصينية التانية سادة خالص، ومفيش اسهل منها بقى بجد، لان في ناس ما بتحبش الجلاش محشي حاجة اي حاجة خالص، بيحبوه سادة كده. بصي بفردها كده وبدينها دهنة خفيفة وبطبقها مثلث، دي اسهل حاجة بقى بجد واسرع حاجة، مفيش اسهل من كده ولا اسرع من كده. زي ما انت شايفة كده بدهنها وبلفها مثلث عادي خالص خالص. ولو في اي زيادة بقى بتتنها تحت كده، وتعملي غيرها على طول. بجد الطريقة دي حلوة اوي اوي، والجلاش فيها بقى مقرمش كده ومورق وحلوة اوي اوي يعني، والله هما الاتنين كانوا احلى من بعض. بس عشان انا عندي ناس ما بتحبش الجلاش محشي حاجة خالص، والناس بتحبه محشي، فبحاول يعني اعمل لكل واحد اللي هو عايزه. زي ما انت شايفة كده هي بتتلف مثلث جميل خالص خالص وسهل اوي اهو. بتدهنيها وتطبقي الطرفين على بعض وترجعي تاني بيهم، فكده بتبقى طبقت الورقة مثلث كلها على بعضها، وما فيش حشو بقى وما فيش وقت ولا اي حاجة. ممكن لو حابة تعملي الصينية اللفة كلها سادة زي دي بتعمليها في 5 دقايق كده بجد قبل المغرب، بنص ساعة بالظبط تكون عملت احلى حلويات، وبتبقى مقرمشة معاكي وتحفة قوي. وخلصتها هو ما شاء الله على طول. وبرده بتدهني وشها كده على طول بالسمنة. والتسوية قلتلكوا عليها يا حبايبي، بتحط الشبكة في نص الفرن والنار كده وسط، وتدخليها بقى. واهم حاجة تلفها على طول يعني تتابعها على طول، لان هي ما بياخدش وقت خالص وبتحمر على طول. السمنة زي ما انا وريتها لكم كانت خلصت يا دوب اهي. واول ما بيطلع بقى بتكون الشربات بتاعك بارد، وبيكون شايفة الشربات جميل وتقيل وحلو اوي اوي ازاي. نفس الكمية اللي انا قلتلكوا عليها قضت بالظبط. ما بتشربيه كده، بتهزيه كده وبتقلبيه علشان ياخد الشرب الشربات كويس اوي من الجنب دي ومن الجنب دي. وبتقدمي بقى يا حبيبتي بألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو بقى يا حبايبي ما تنسوش اللايك، وما تنسوش الدعوة الحلوة والكومنت الحلو من ايديكم الجميلة دي. وصلوا على النبي كده، ورمضان كريم عليكم يا حبايبي. وان شاء الله مقرمش بقى جدا والله، يعني مهما يفضل معاكي يفضل مقرمش ومورق وتحفة تحفة كده والله العظيم. والصينية التانية اجمل منه كمان، وطعم الكنافة في الجلاش كده حلو جدا جدا. يا رب تجربوه يا حبايبي على الطريقة دي ويعجبكم ان شاء الله. وبجد شكرا اوي لوقتكم اللي وصل معايا لهنا، وشكرا اوي
لكلامكم الحلو وكومنتاتكم الجميلة اللي بتفرحني. ربنا يخليكم ليا يا حبايبي ويديمكم نعمة في حياتي. زي ما قلت لكم اهي ان الجلاش كده بتقلبيه علشان يتشرب كده من الوشين ويبقى تحفة كده معاكي، وان شاء الله يعجب كل اللي يدوقه من ايدك. شايفة بقى حلوة اوي اوي ازاي، والكنافة كده جواه جميلة جميلة والله العظيم تحفة كده، وطعمها حلو بالحشوة ديت، وبجد كان طعمه حلو اوي. يا رب تجربوه ويعجبكم يا حبايبي. مع السلامة، اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.